ايمانا مني ان في ثوابت ما ينفعش نلعب فيها، زي مثلا ان المحشي بتاع امي هو احسن محشي في الدنيا. في شويه ناس طلعوا علينا بترند جديد وقال لك على ايه، على المحشي يالانجي. يالانجي طبعا ده حول سعر المحشي تمام زي سعر الهودي بالظبط. كان اسمه سويشرت ب 150 جنيه، فجاه بقى اسمه هودي، جبعوه بيبيعوه ب 800 و900 جنيه. عامه هو المحشي بقى اسمه يالانجي تمام. فانا رحت جبت المحشي ده من مصر الجديده، خبطت مشوار من شبرا بعد الصلاه والله بالسكوتر لحد مصر الجديده عشان اجيب اليالانجي. المهم طبعا عشان ما حدش بعد ما ادوق يقول لي مثلا ان انت مشكلتك الوحيده في دبس الرمان، فانا جبت دبس الرمان اللي المفروض بيوديه في حته ثانيه خالص، لانه لو ما راحش في حته ثانيه خالص انا اللي هروح في الحته ديت بسبب اللي انا دفعته. تعالوا ما اقول لكم انا دفعت كام. انا دفعت في اليالانجي 244 جنيه او المحشي عامه يعني. في الدبس الرمان ده بقى دفعت 98 جنيه وانا مش عارف ليه. فالمهم ان انا دفعت اجمالي كله 340 جنيه. انا هو فاضل دقيقتين على الفطار، فتعالوا نفتحها ونشوف هل هي فعلا تستحق المشوار اللي انا رحته ده وتستحق ان انا ادفع فيها 340 جنيه ولا لا. فتعالوا نفتحها ونشوف في النهايه هي تستاهل ولا لا. خليني اوريكم شكله بعد ما فتحته. وشكله محشي عادي، ريحته برضو محشي عادي بس يمكن هو يعني ايه ملفوف بإتقان شويه. خلينا بس ناخد اتنين كده في طبق. العيدان أزم بقى، فخليني كده انا هحط صوص على واحده. زود ده ساده. كان ادوب الصوص تاني. عنه حلو بصراحه، جميل قوي. راح بقى افطر بيه يعني، طلع حلو بصراحه ويستحق المشوار.